وما شاء الله استوى. بصوا من جوه اهو، كمان اللحمه استوت وكله تمام، ما بياخدش وقت في الفرن خالص. وممكن كمان زي ما قلت لكم ممكن تسووه في طاسه على البوتاجاز او من فوق، او تسووه في الفرن من تحت. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل حواوشي. معانا المقادير بتاعتنا، معانا ربع لحمه مفرومه، وطبعا تخلي الجزار يفرم لك عليها حته دهن كده علشان تعمل دسامه كويسه. تمام. ومعانا قدها ربع بصل بس انا فرمته. تمام. ومعانا البهارات بتاعتنا، معانا ملح ومعانا بابريكا ومعانا فلفل اسود ومعانا قرفه ومعانا كمون حسب الرغبه ومعانا بهارات لحمه ومعانا زنجبيل وملح. تمام. نبتدي دلوقتي. هنحط البصل على اللحمه. تمام. وهنبتدي نقلبها كويس لحد ما تطلع اللحمه، تطلع خيط كده كويس. دلوقتي احنا حطينا البصل، هنحط البهارات بتاعتنا وهنبتدي نقلب كويس اللحمه مع البصل. تمام. ونعجنها كويس. دلوقتي انا عجنت اللحمه. بص يعني تحس اللي فيها خيط كده طالع منها، ده كده كويس. احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. دلوقتي هنعمله في عيش. هجيب العيش معايا وهنحط في الرغيف وارجع لكم. دلوقتي انا هعمل في العيش عيش بلدي عادي خالص. هدهنه من جوه زيت. كمان اللي حابب يحط شطه او اي حاجه براحته حسب الرغبه، بس انا مش هعمله بشطه. هناخد بقى شويه لحمه كده حلوين واحط جوه الرغيف. واحاول افرده كويس جدا علشان اللحمه تستوي معانا كويس. تمام. انا كده ظبطت الرغيف ده. هعمل بقيه الكميه وارجع لكم. حطيتهم في العيش. الكميه عملت معانا ادي 3، عملت معانا 6 رغيفه. طبعا البصل مكترها يعني، بس هو الرغيف صغير. انا هعمل هسويهم ان شاء الله وهوريهولكم لما يطلع. دلوقتي انا حطيتهم في الصاج ودهنتهم زيت كويس علشان يتحمروا كويس. وهحطهم في الفرن. انا ولعت الفرن على درجه حراره 320 وهعملهم في الفرن الكهرباء. دهنتهم ودلوقتي انا هدخلهم الفرن. تمام. هنستنى لما يطلع، مش هياخد وقت يعني. ممكن كمان نعملهم على طاسه على البوتاجاز، وممكن في فرن البوتاجاز عادي زي ما تحب. دلوقتي هنطلع الحواوشي. استوى بسم الله ما شاء الله، اتحمص من فوق ومن تحت. تمام. بص جميل ما شاء الله، حلو واقتصادي يعني في الايام اللي احنا فيها دي. تمام. مستوى كله تمام وما شاء الله استوى. بصوا من جوه اهو، كمان اللحمه استوت وكله تمام، ما بياخدش وقت في الفرن خالص. وممكن كمان زي ما قلت لكم ممكن تسووه في طاسه على البوتاجاز او من فوق، او تسووه في الفرن من تحت. ما بياخدش وقت خالص. تمام. شكرا لكم، وان شاء الله في حلقه جديده مع الشيفه ماما.